مساء النور البنات. حقيقة كنت غادي ندير واحد الوصفة بعد الصيف. خدينا شوية فيتامين دي. بغيت ندير واحد الوصفة وقلت علاش ما نتقاسمهاش مع البنات. مع شحال هادي ما حطيت شي فيديو. نبداو على بركة الله. عندنا نصف جزرة. هاد الجزرة مطهوة على البخار، يعني ماشي مسلوقة وماشي خضراء، هي مطهوة على البخار. باش يبقاو دوك لي فيبغ اللي فيها، يعني داك المكونات المفيدة اللي فيها. الخضار معروف عليه بأنه غني بالبيتا كاروتين اللي هي مهمة لواحد البشرة صحية وإشراقة صحية بعد الشمس. كيف تشوفوا يدي ما بقاوش بويض كيف كانوا، لأن شوية تنحاولوا باش ناخدو شوية ديال فيتامين دي. فيتامين دي مهمة جدا، عاود مع تقدم العمر ومع السن، يعني ضروري نستافدوا من فيتامين دي، لان تيجيو الناس من برا الاوروبيين وباش يستافدوا من الشمس ديالنا، لكن حنا للاسف ما تنستافدوش منها. ان شاء الله بهذه الوصفه كلشي غادي يولي كيف كان. غادي نضيف واحد الملعقه ديال الياغورت الطبيعي، على انه كيرطب البشره وكيهدئها يعني كيمنع داك الجفاف اللي تنتعرضوا له من بعد، يعني بعد فصل الصيف البشرة تتعرض للجفاف. فالياغورت الطبيعي مهم جدا لترطيبها. إذا غادي نقوموا بالتحريك المستمر حتى ينسجم لنا هذا الخليط، يعني الجزر مع الياغورت الطبيعي. فكيف تشوفوا مكوناتها طبيعية وسهلة، ومكونات موجودة في كل دار، كتعطي واحد الترطيب عميق للبشرة، واحد الإشراقة وواحد اللون وردي. غادي نضيف واحد المكون اللي هو تيعطي واحد اللون وردي للبشرة، هو موجود عندنا بطبيعة الحال. المكون الآخر هو العسل. العسل يعني واخا نبقاو نهضروا عليه النهار كامل ما غاديش نعطيوه حقه في الترطيب، خاصة إلا كان العسل الحر ديالنا، ما كانش السكر. كيف تنقولوا دائما السكر والماء هذاك بالعكس، هذاك تيكون خطير على البشرة. كان عندنا العسل مرحبا، ما كانش عندنا العسل ممكن نستغناو عليه. المهم حنا كل ما كان الترطيب كل ما اكثر، يعني كل ما كانت الوصفه جيده والبشره كتحصل على واحد الترطيب اعمق، وواحد الاشراقه، واحد النضاره اكثر. ودائما تنقول يعني اعتذر بشده على يعني كوني ما تنبقاش يعني نتفاعل في اليوتيوب بشكل مستمر، لان عندنا ظروف شخصيه وظروف العمل تحتم علينا عاود باش عاود يعني هاك وهاك ما بقاش غير حاجه وحده. اعتذر مره اخرى. بالنسبه للمكون الاخر واللي تيعطي واحد الترطيب مهم جدا هو زيت بذور العنب. زيت بذور العنب عنده واحد الفوائد هائله. اولا في تغذيه البشره، كيغذي البشره بواحد الطريقه رائعه، كيشد حتى المسامات الواسعه. زيت بذور العنب تيشدها، تيغذي النسيج الداخلي للجلد، تيعالج الكثير والكثير ديال الاشياء اللي لو كان نعرفوا القيمه ديال زيت بذور العنب فما غاديش نخطاوه من المنزل ديالنا. إلا ما كانش متوفر دائما تنقول ممكن تغيير أو استبدال زيت بذور العنب بزيت جوجوبا، زيت الأفوكا، زيت اللوز، زيت الكوك. كل هاد الزيوت كتأدي نفس الغرض، تقريبا نفس الغرض. ما أمزجنا المكونات بشكل جيد غادي نضيفو رشة فقط، وأقول رشة لأن هاد البودرة هادي كتعطي واحد اللون غامق جدا. أنا تنقول رشة فقط من بودرة الكركديه. ممكن نديرو حتى بودرة ديال الشمندر أو البربة كيف تنقولو حنا. فقط رشه كيف تشوفوا تنخلط مزيان وتعطي واحد اللون وردي للقوام او للوصفه، وتعطي واحد الترطيب هائل الكركديه. إلى أنه غني بفيتامين سي مضاد للأكسدة. تعمل على تأخير
أو تأخير ظهور التجاعيد وداك شيخوخة البشرة. هو مهم جدًا لهاد المسائل هادي، تعمل على ترطيب البشرة، ترطيب الجلد وتيخليه ناعم، توازن الدهون في الجلد، يعني تيمنع داك الإفرازات الدهنية الزائدة، يعمل على تفتيح البشرة. هو مقشّر، كذلك مقشّر لطيف للبشرة، تيساعد على إزالة الخلايا الميتة. الكثير ديال الأشياء اللي مهمة جدًا تيعالجها هاد الكركديه. لكن بالنسبة، وأقول بالنسبة عفوًا للبشرة الحساسة، ندير واحد الكمية قليلة ونشوفوا يعني تأثيرها على البشرة الحساسة. لكن بالنسبة للبشرة الطبيعية والبشرة يعني العادية، البشرة اللي دهنية والبشرة الجافة، فهو مهم جدًا لها. ما خلطنا بشكل جيد، شوفوا اللون اللي تعطيه هو لون قريب للوردي، تنطبقوه على البشرة ديالنا، على بشرة نظيفة طبعا. تنخليوه من 15 حتى ل 20 دقيقة هاد الوصفة. نكروها مرتين حتى 3 مرات في الأسبوع، وغادي نحصلوا على نتيجة جد 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 هائلة. اسلوب ماء دافئ ثم ماء بارد. ممكن كذلك تطبقوا هاد الوصفة حتى اليدين ديالنا، نديرو ليغون القفاز ونخليوه يدينا لمدة نصف ساعة ونغسلوها كذلك، غادي نحصلوا على نتائج